الصديق له قلب تملأه الحكمة والحب فأحب الله أحب رسول الله وآمن في يسره يعطي ويواسي الفقراء ويعين الناس الضعفاء يعطي ويواسي الفقراء ويعين الناس الضعفاء والحق الأجمل ينصره. ووقت الهجرة استأذن سيدنا أبو بكر الصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في الخروج في الهجرة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. فطمع أبو بكر الصديق في ذلك. ويوم الهجرة أتى الرسول صلى الله عليه وسلم في ساعة كان لا يأتي فيها، فقال أبي بكر الصديق: ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة إلا الأمر حدث. فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر سيدنا أبو بكر الصديق عن سريره، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عند أبي بكر إلا أسماء وعائش. فقال الرسول: اخرج عني من عندك. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إنهما ابنتاي، وما ذاك؟ فداك أبي وأمي. فقال الرسول: إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. وبنتكلم عن سيرة سيدنا أبو بكر الصديق، ومن أهم المواقف اللي لازم تذكر في الحلقة دي إن سيدنا أبو بكر الصديق كان شديد الجود بماله، وكان بيتصدق كتير قوي بماله. عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبي بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسبقك إلى شيء أبدا. أخرجه الترمذي. وسيدنا أبو بكر الجميل لسه بيمتعنا بسيرته العطرة الجميلة، فبنشوف كمان في سيرته الجميلة إن من فضائله رضي الله عنه إنه إن شاء الله هيدعى من أبواب الجنة كلها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. رواه البخاري ومسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وفي يوم من الأيام كان يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم بين صحابته كعادته، يتوددون إليه ويتساءلون وينهلون منه العلم. فروى المسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ولم يكن هذا الأمر خاص بسيدنا أبو بكر الصديق، فكل هذه الأشياء إذا تجمعت في عبد دخل الجنة بإذن الله. فعلينا يا إخواتي بالالتزام والصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. ومن أقواله حينما تولي الخلافة: أما بعد، فإني وليت هذا الأمر وأنا له كاره، والله لو وددت أن بعضكم كفانيه، ألا وإنكم إن كفلتموني أن أعمل فيكم مثل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أقم به. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أكرمه الله بالوحي وعصمه به، وإنما أنا بشر ولست بخير من أحد منكم، فراعوني
فإذا رأيتموني أستقم فاتبعوني، وإذا رأيتموني زخت فقوموني، فإذا رأيتموني غضب فاجتنبوني. ومن أقواله حينما سمع من يمدحه فقال: اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. سيدنا أبو بكر حد جميل قوي 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 بجد. كانت حياة سيدنا أبو بكر الصديق رسالة لها هدف واضح، لها معالم واضحة. أنبتت هذه الرسالة في روح الوحي وروح النبوة وتشبعت بها، فنضجت وأثمرت عن شخصية مثل هذه الشخصية. فيا لجمال شخصية أبي بكر، ويا لجمال من علمها هذا، فلقد أحسن من علمها، ولقد صاحب بشر مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس كبشر مثل أي بشر، إنه لعلى خلق عظيم. فمن الطبيعي جدا اللي سيدنا أبو بكر يتأثر بالشخصية دي، من الطبيعي جدا اللي سيدنا أبو بكر يبقى كده، لأنه من الصحابة. اللهم اجعلنا من الصحابة يا رب قولا وفعلا. ممكن احنا إن شاء الله نكون منهم، بس أكيد طبعا فرق العمل هيبقى بعيد جدا عنهم. بس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمل الواحد منهم بعمل 70 من عملكم. احنا عملنا ب70، احنا عملنا من 70، لان احنا فعلا في زمن انتشرت فيه الفتن، في زمن الماسك على دينه كأنه ممسك على جمرة من النار. فيا رب يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا بأن نتبع خطى الحبيب، وأن نسير مثل صحابته، نكون مش صحابة زيهم، إن أكيد مش هنكون زيهم، أكيد مش هنوصل حتى لربعهم، بس نكون من أصحاب الخير، نكون من أصحاب الرسالة، نكون فعلا صحابة لنا رسالة، لنا هدف يا رب، اللهم آمين. توفى سيدنا أبو بكر الصديق وعمره 63 سنة بعد رحلة تعب وجهاد في سبيل الله. ما أكرمك يا سيدي يا أبو بكر الصديق. ودفن طبعا زي ما انتوا بتشوفوا، زي ما احنا رحنا، وان شاء الله ربنا يكرمنا بمرات كتيرة ونروح المدينة ونزورها، يا رب يملنا على كل حد فينا دلوقتي ما زارش النبي، اللي هو يروح ويزور النبي ويدعي لنا هناك ان ربنا يوفق، يدعي لنا ويدعي لكل المسلمين ان ربنا يرزقنا الإخلاص، وان ربنا يكرمنا ويوفقنا في حياتنا ونمشي على خطى الحبيب، لاننا بجد يا جماعة محتاجين الدعوة دي، وربنا يعصمنا من الفتن يا رب. يا رب أعنا على الفتن يا رب، يا رب أعنا عليها يا رب. دفن سيدنا أبو بكر الصديق في بيت السيدة عائشة، ولما توفي جاء سيدنا علي بن أبي طالب، كان بيعيط عليه حتى وقف في الباب وقال: يرحمك الله يا أبا بكر، لقد كنت والله أول القوم إسلاما، صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس، ووسيته حين بخلوا، وقمت معه حين قعدوا، وسماك الله في كتابه صديقا، فقال: والذي جاءك بالصدق وصدق به. سورة الزمر. يا ريت يا جماعة كلنا من النهاردة رسالتنا تكون الصدق. وبجد أنا سعيدة جدا معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب احميني وخلي طريقي على الصراط المستقيم. يا رب محتاج لك، قوي في قلبي إيماني، واحفظني يا رحمن